الزمالك ومنتخب مصر كابتن حسام عبد المنعم، برحب بيك النهارده في يوم المئويه. والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مبسوط جدا ان انا موجود مع الجمهور الكبير دوت. الجمهور اللي جاي يعزرنا ويأذن الزمالك واسم نادي الزمالك مش عشان خاطر المئويه وخاطر اسم نادي الزمالك فقط. ده كابتن حسام اخر واحد جبت لنا بطوله الدوري والله، والحمد لله بفضل ربنا. كان نفسنا ان يبقى في بطولات بعد كده الفتره اللي فاتت بس ما حصلش نصيب، فدي ذكرى. انا كان نفسي ان يبقى في بطولات وفي دوري وفي كاس الفتره اللي فاتت، بس دي يمكن انا بالنسبه لي انا حلوه في حقي، يمكن اخر واحد جبت دوري عشان اخر واحد ده، دي عشان الناس بس ما تنساش حسام عبد المنعم. بس قول للعيبه ايه عشان تحقق بطوله؟ اقول للعيبه اولا مباراه اللي فاتت خلاص نشيلها من دماغنا خالص، ونفكر في الجديد. وكويس ان هي جت في بدايه الدوري ما جالش في الاخر، فدي حاجه كويسه ان احنا نقدر نتدارك الاخطاء ونحاول ما نكررهاش تاني عشان ناخد الدوري، والنفس الطويل هو اللي هيجيب البطوله. اخر حاجه احكي لنا موقف حصل لك في الزمالك، موقف كان جامد مع اللعيبه، مع جهاز فني، مع جماهير. والله مواقف كتير. قول لي حاجه مميزه. هو انا هجيب لك موقف الدوري، يعني هو يعني موقف الدوري ده هو كان فيه كم كتير احسن من التصوير والسعاده اللي كانت علينا. احنا بنلعب طبعا دي مش انا لوحدي بس اللي هقولها، دي مصر كلها شافتها وحسيتها، وهي ان احنا بنلعب الاسماعيلي هنا والاهلي بيلاعب انبي في المقاولين، وحصل ان ربنا كرمنا ويمكن جبت الجول بتاع المكسب 1-0 بتاع الاسماعيلي. ويمكن اللي احسن من كده، المفاجاه اللي كانت احسن من كده اللي احنا بنقول عليها، ان احنا كنا متوقعين ومتخيلين ان انبي هيكسب، سوري هيكسب طبيعي من الاهلي، فطبعا دي قلبت عكس. المفاجاه الكبيره اللي اسعدتني انا بصفه شخصيه، لان انا اللي جايب الهدف، وبعدين بقيت عمال افكر ده ماتش الاهلي فاضل له ثواني ويخلص، يعني انا اللي جبت الدوري. يعني انت اللي جبت الدوري الحمد لله بفضل ربنا. يمكن انا مش لوحدي طبعا، توفيق ربنا بس مع اللعيبه، بس يمكن انت السبب بعد ربنا طبعا في الهدف، وده يمكن اسعدنا كتير، ويمكن كانت مفاجاه كبيره جدا. الحمد لله بفضل ربنا. وان شاء الله بروحك ووجودك النهارده يبقى فيها الخير لينا ان شاء الله. بامر الله يا رب، هم بروحهم وبقتالهم وعزيمتهم على المكسب والبطوله هياخدوا البطوله بامر واحد احد يا رب ان شاء الله.